اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ورا اللقطه. النهارده معانا ضيف جديد مميز في مجاله وليه بصمه مهمه جدا عند جمهوره. معانا دي جي بيدخل اي مكان في اي دوله عربيه او مش عربيه بيعمل فيها جدل ودوشه. فاحنا النهارده عايزين نعرف بقى ايه اللي ورا الكواليس وايه اللي ورا اللقطه ان هو يعمل الدوشه دي والضجه دي. معانا السوبر ستار دي جي سالم. نور يا نجم. حبيبي يا عم، شكرا على المقدمة الجميلة ويعطيك ألف عافية. شكرا على الاستضافة الجميلة ونتشرف نطلع معاك طبعا. حبيبي الشرف ليا. وأنا من أول الداعمين لك في هالبرنامج الجميل. وتفضل معاك أنا اللي أنت عاوزه. جاهز؟ أنا جاهز وأنت تحب نبدأ منين؟ من أي مكان أنت تحبه. نبدأها من الأول خالص. معك. من الطفولة. طفولتك كانت عاملة إزاي؟ هل أنت من وأنت صغير كان نفسك تطلع في مجال المزيكا؟ والله شوف بأمانة، من أنا وصغير كنت بعيد تماما عن مجال الموسيقى. ما كانتش في دماغك بعيد تماما، مش سالفة مش في دماغي، بعيد تماما. لأني أنا كنت في مواهب نفس ما يقولون ثانية، أو كنت في مجالات ثانية. كنت في مجال السباحة وكنت في مجال الكورة وكنت مهتم جدا بالرياضة. بس سبحان الله بعدين. إيه اللي خلاك بقى تبعد عن الرياضة أو تغير تعمل شيفت كارير؟ شوف بداياتي كنت من الأساس لاعب كرة قدم. كنت ألعب في نوادي وكانت الحياة حلوة نفس ما يقولون، وكنت مهتم جدا بالرياضة من تقريبا عمر 11 سنة. يعني بهالحدود تقريبا عمري 11 سنة كنت مهتم جدا بالكرة، فدخلت نوادي ولعبت في نوادي. بعدها مش فاكر التاريخ بالضبط، بس كان في قرار. أنا عايش في دولة الإمارات، كان في قرار إن استبعاد الوافدين إنه يلعبون في النوادي للتوطين. هالقرار غير حياتي 360 درجة. طلعت من مجال الكورة وطلعت من مجال الرياضة تماما، اتجهت لمجال التصوير والدعاية. تصوير. صرت مصور. طبعا هذا الشيء أول مرة أتكلم عنه. صرت مصور. من بعدها في الثانوية بديت في مجال الغنى، صرت أغني راب الستايل الدارج حاليا. أنا كنت أغني في أيام الثانوية. كنت أغني راب. بعدها صرت مهندس صوت. بدأت تدخل في المزيكا خلاص من بديت في الراب. بعدها على أيام قبل كان المنتديات، فكنا حتى ما كان عندنا توزيع ولا هالأشياء، كان عندنا مجرد لابتوب مع مايك صغير. من المنتدى تنزل أي مثلا ميوزك غربي تركي على الأيام قبل الألحان التركية كانت دارجة، فكنا ننزل وغني عليه. فكل شيء كان بسيط، لابتوب مع مايك وغني. فبديت في المجال. بعدها توسعنا شوي وصلنا لهندسة الصوت. وصلنا لأن موضوع الراب أصلا لما تغني تحتاج أنك تكون نفس الوقت تهندس صوتك، لأن ما حد راح يسوي لك شيء. فكنا أيام قبل حتى على برنامج قديم من كل عام. مين أصلا اللي دخلها في دماغك اللي تغني؟ اللي دخلها في دماغي قلت لك من بعد موضوع الكورة. أنا كنت مهتم جدا بالرياضة. عندي بطولات سباحة، عندي بطولات ماراثون، عندي جواز بالكورة. من بعد هذا القرار تغيرت حياتي تماما. صرت يعني أدور أي شيء ثاني أتجه فيه، لأني كنت بصراحة زعلان كثير، لأني كنت أحلم في المستقبل لاعب كورة. فدخلت شوي في الميوزك. الراب حبيته على أيام قبل كنا نسمع يعني رابرية عرب قدامى سعوديين، كلاش وناس قدامى جدا، كلاش عبادي. فحبينا هالستايل من عندهم. أنا بصراحة أتكلم عن نفسي، فما أدري عن الرابرية القدامى ولا تصور عن أي رابر قديم، سواء إماراتي عراقي سعودي كويتي، كلنا واحد. بس أنا عرفت الراب عن طريق كلاش عبادي. هم أقدم شيء، كانوا دائما متحدين بعض. كان في مغنيين عراقيين على أيام المنتدى ما شاء الله منهم الحين واحد فنان معروف. كان أنا ما راح أقول اسمه، راح أقول لقبه. كان اسمه ناينزي. كان واحد اسمه ناينزي وواحد اسمه شقاقي.
فاثنينهم كانوا اصحاب جدا في ايام المنتديات، كانوا ياخذون اي بطوله عربيه. فحبينا هالمجال من عندهم بس. حبيت المجال ده وقلت ادخل. دخلت فيه والحمد لله. نزلت اغاني؟ نزلت اغاني في اغاني كثير نزلت. موجوده لغايه دلوقتي ولا شلتها بقى؟ انا شلتها بس في صفحات في الفيسبوك ايام قبل وفي اليوتيوب كانوا منزلين وما قدرت اني اشيلهم انا أصلاً. بس انا عن نفسي اريد اني اشيلهم يعني. لان في من الاغاني كانت على ايام قبل كان في حساب. فكنا في بطولات عربيه فلازم هذا يسب هذا يسب هذا. الراب كان معتمد يعني على الهادف وعلى دساتهم اللي يغنون راح يعرفون عن الموضوع. بالضبط. فكنت شوي مايل للهادف، عن تغني عن حياتك، عن الحب، عن الخيانه، على هذا. بس كان في بطولات تجبرك ان انت تهز الخصم عشان تاخذ البطوله. تعرف اني كنت بغني راب؟ والله كنا ما شاء الله طلعنا نغني راب. تقريبا اي حد بقى بيغني راب. بص، الراب بالنسبه للناس بيعبروا عن اللي جواهم. بس في ناس خدته في حته البيف والدسات والكلام ده فعلا. فالراب دلوقتي خد اتجاه تاني خالص. شوف انا فعليا حبيت الراب للهادف بالظبط. بس انا انجبرت ادخل البطولات. بتواكب بالضبط. اصحابك شو تتعرف على ناس. يعني كنا نتكلم بايام الهوت ميل. ايوه. والياهو. فاهم. انجبرت تعرفت على ناس بامريكا، تعرفت على ناس بالسويد، تعرفت على كثير ناس. فكنا كل التواصل. فلازم يجيك يقول لك ادخل ما خسران شيء، ادخل حتفوز، اسمك راح يطلع بالمنتدى. وكانت على ايامها المنتديات في برونز، الالوان في المنتدى العضويه برونز، جولد، وفي ازرق. كان الازرق كان محترف. انا على ايامها كنت جولد، اللي بعد البرونز اتوقع. بعدين شوي وصلنا يعني تحتاج وفي حكام يقيمون لين ما توصل لهالمجال يعني لهالمستوى. تمام. طيب بدأت بقى خلاص دخلت في هندسة الصوت. بالضبط. اشتغلت لمين؟ دخلت في هندسة الصوت. كان في عندنا فرقة شباب عراقيين الله يذكرهم بالخير، وجههم تحية طبعا إذا شافوا اللقاء. كل واحد له ميزة معينة. واحد يدق عود، وواحد مثلا أورجر، واحد. فكل واحد كان له ميزة معينة. فاجتمعنا كلنا، وانا كنت اصغر واحد فيهم طبعا. فاجتمعنا كلهم ما شاء الله كانوا كبار. فاجتمعنا كلنا فقررنا ان نسوي نفس فرقه صغيره. فقاموا مثلا فنانين اللي توهم بيطلعون او يحتاجون ان يغنون وتتعدل اغنيتهم ويشهرونها ومن هالاشياء. فاحنا كنا جروب كبير يعني كل واحد مختص بشيء. فكانوا يجون الفنانين يغنون وانا هندس الاغنيه واعطيهم. فحوار كبير يعني من الاخر. طب واتنقلت بقى يعني ايه اللي حصل خلى في شفت من مهندس صوت لدي جي؟ لا شوف، يعني هذا ما يخص بهذا. انا كنت في هذا المجال طبيعي جدا، كنت كأي مهندس صوت عادي. مره من المرات كنت طالع مع الشباب، كان ويكند، كنا تقريبا كل ويكند نتجمع. اذا في سهره فنروح نسهر. ففي مكان سهرنا فيه، صاحب المكان طبعا هاي قصه جميله. صاحب المكان راح يشوف راح يعرف القصه هاي. صاحب المكان كنا قاعدين اكثر من مره قعدنا معه. فصاحب المكان كان يشوفني، انا كنت صغير يعني بعمر تقريبا 19 او 18 سنه. فكان كل ما يشوفني يقول لي ستايلك ستايل دي جي. فانا فاهم اني اقول يلا انا اعديها نفس ما يقول. اخر مره زنوا عليه الشباب كلهم ستايلك ستايل دي جي، ستايلك ستايل دي جي. شو قلت طيب شو المانع؟ شو المشكله مع انا في مجال الميوزك؟ ضربت في راسي. قلت رحت البيت، صحيت ثاني يوم ما في اغنيه في الكوكب العربي ما نزلتها في الكمبيوتر. على من قبل كان حتى الكمبيوتر LG. يا اخي الاشياء القديمه حلوه. فنزلت كل الاغاني، ونزلت في برنامج قديم للدي جي بس ما اتذكر شو اسمه، يمكن تعرف اسمه. فيرتشوال دي جي. فنزلته وقعدت
العب واسوي واشوف، بس الموضوع كان جدا صعب جدا صعب. من الاشياء المضحكه اللي سويتها، قعدت اسبوع بيني وبين نفسي، فاتعلم احاول اتعلم. ففي واحد من اصحابي الله يذكره بالخير ساعدني في موضوع اني اروح اشتري جهاز. جميل. اشترينا الجهاز، رحنا السوق الصيني، اشترينا سماعه اللي هي مونيتور عشان اني اسمع الصوت. لا، اللي المضحك اكثر، اول ما اشتريت الجهاز، خلي بالك انا ما سالت حد يعني، فاهم؟ اول ما اشتريت الجهاز رجعت البيت، فتحت الجهاز، فتحت اللابتوب، فبحاول احط اغنيه، وقلت طيب الصوت من وين راح يطلع؟ فاهم؟ صحيح الصوت يطلع من ايه؟ من السماعه. فقاعد اضحك مع نفسي انه طيب ليش ما قاعد يطلع صوت؟ لا يمكن الجهاز فيه مشكله او الكمبيوتر فيه مشكله. في البدايه ما كان يشبك اصلا، لانه يحتاج تنزل شيء من الجهاز على الكمبيوتر، والكمبيوتر LG، يعني حوار. ايوه. المهم ليه ما سالت واحد من اصدقائي، قلت له 1 2 3، هو كان دي جي، قال لي طيب انت من وين راح تطلع الصوت؟ مش لازم انه يكون في سماعه؟ قلت ايوه. وانا قاعد يمكن يومين اقسم بالله تاه عن بالي ازاي. احاول ما في فايده. المهم رحنا السوق الصيني، قلت لك اشترينا سماعه. رجعت قعدت تقريبا ما يقارب 10 ايام او 9 ايام تقريبا احط الاغنيه. انت حتضحك لان انت تعرف، احط الاغنيه الثانيه في اللاين الثاني، ارفع الصوت حلو شغال، اشتغلت الاغنيه، الامور طيبه. اجي الحين الدي جي بينقل من اغنيه لاغنيه. تمام. كنت انقل هاي النقله اللي تعلي واحده وتوطي واحده، ارفع شانل نزل شانل، فيطلعون هم صح، تطلع لخبطه، بس لخبطه شوي خفيفه، يعني مش تسمعها بالسماعات العاليه. لو كنت انت طبعا في ديسكو او مكان راح تموت، بس انا لانه مونيتر ففاهم، حاسس بشعور واو، انه شوف كيف السلاسه قاعد تطلع وتدخل. بعد تقريبا 9 8 ايام رحت للشباب، تمام اموري طيبه. فكان في حفلات ان الشباب يقعدون يتونسون بروحهم، فاهم؟ ان نقعد مثلا في مكان وسمع مونيتر ودي جي ويشغلون اغاني وناسه. فقلت لهم بس عندي موضوع عندي. رحت طبعا، فقاعد العب، فالشباب يقولوا لي انت شو قاعد تسوي؟ شو هاللخبطه اللي قاعده تصير؟ رجعت بيني وبين نفسي افكر، صح الدي جي لما كنت اروح اسمع الدي جي دخلك من اغنيه لاغنيه وانت ما تحسش، ما تحس. وعلى ايام قبل ما كان في شيء يعني صعب جدا نحصل ريمكسات نفس الوقت الحالي، انه ريمكسات في اي مكان. انا انزل فلان ينزل هذا ينزل هذا ينزل، ما شاء الله كثير. فكان صعب الموضوع. الشباب الله يذكرهم بالخير الكويتيين كانوا مبدعين. في ايام قبل كانوا حتى عندهم في ناس كانت مختصه ان تسوي الريمكس بس بيعه يكون، يعني هو الدي جي يشتري، يعطيهم مثلا مقابل مبلغ معين يتفقون عليه، ويبيع لهم مثلا 100 اغنيه 200 اغنيه 300 اغنيه. قلت المشكله مش فيني، المشكله في الريمكس. شو السبب المشكله في الريمكس؟ لان الاغنيه الاصليه صعبه والريمكس بيت واحد. فقلت احتاج ريمكسات. تميت ابحوش في الموضوع لين ما وصلت للشباب، تعرفت عليهم، اشتريت منهم. اول مره اشتريت منهم قعدت نفس المشكله برضه نفس المشكله، بديت اتعلم بالفلاتر. خلي بالك يعني كان لازم اني ادخل على الاقل يوتيوب او ادخل مكان او اسال اي حد من الشباب. كان في كم واحد من الشباب لما كنت اسالهم صعبوا الموضوع جدا. صعب، بس انا خلاص يعني انا في مجال الميوزك حط الموضوع في راسي، خلاص انا حط الموضوع في راسي. فكل ما اسال حد صعب، ما راح تقدر تكمل. مع انه كانوا ديجيات يعني مش عدد هائل، كانوا بامان الكويتيين كانوا ماكلين السوق، عشان نكون صريحين. كان الكلام يزعل ناس، بس الكويتيين كانوا ماكلين السوق. ايام قبل الكويتيين ماكلين السوق ما شاء الله. كان عندهم يمكن مكان اكبر من الاستوديو يجمعون كلهم، كل واحد يسوي اغنيه واحده، بس تخيل 10 يسووها ريمكس، يعني هذا ريمكس هذا ريمكس هذا ريمكس هذا ريمكس. فكانوا ماكلين السوق. حتى في ايام الديسكوات ايام قبل ما في غير كويتي، فكانوا ماكلين السوق.
فالمهم ما اطولها، تعلمنا شوي شوي. ما في يوتيوب، ما فتحنا يوتيوب بالبدايه، هذا التخلف اللي سويناه. سالنا الشباب صعب ما صعب هذا، في اكثر من واحد يمكن راح يشوفون. في واحد منهم الله يذكره بالخير قال لي انا اعلمك هذا الموضوع، انت راح يعجبك. قال لي انا اعلمك ما عندي مشكله واسوي لك اللي انت تريد، بس اوقع معك احتكار. 8 شهور 8 شهور كان، لا والله كان سنه و8 شهور. يا فانصدمت. ليش؟ ما ليش ان اي حفله راح تطلعها راح احصل منها نسبه. يعني هذا الموضوع كان اعلمك اي حفله طلعك اياها لي نسبه معينه على اتفاق العقد. فانا كان بصراحه ما قدامي شيء ثاني، كنت افكر في الموضوع كثير. شاورت حد من اصدقائي انه شو رايك؟ قال لي لا بتغلط غلطه عمرك، الموضوع كبير وسنه و8 شهور راح تطول وهو يعلمك وراح يطلع من وراك الدنيا والدين وراح يتعبك، واي حفله يلا اطلعها وراح تنجبر على كثير اشياء انت مش محتاجها. فكرت في الموضوع ده صح، كملت لين ما اخر شيء وصلت لليوتيوب. قلت طيب ما هو جوجل تساله اي شيء يجاوب، فخليني ادخل اشوف. حاولت اسوي سيرش بالعربي كان الموضوع صعب، سويت سيرش بالانجليزي. الاجانب طبعا انت تدري لو احنا متقدمين خطوه هم متقدمين خطوتين. فكان الموضوع عندهم جدا ايزي، انه عادي يشرح لك شو تحتاج بالضبط وهو ينزله في قناته والناس تطالع وتستفاد. بديت على هالموال شوي 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 لين ما اول مره دخلت اغنيه مع لا وما كنت اعرف شيء اسمه بي بي ام، وما كنت ولا مش عارف اي حاجه، ولا اغنيه 80 مع اغنيه 110 اصلا. طبيعي انه طيب ليش ما قاعد يدخلون مع بعض؟ فاهم؟ انتبهت ان في سرعه، فاهم؟ فانه هذا شو راح يسوي؟ فقاعد احاول اغير السرعه، اسمع الاغنيه تتسرع، بس انا ما اعرف انه لو سرعت هذا مع هذا وفي سينك في ما ادري، سالفه طويله. لين ما تعلمت، اول اغنيه دخلتها كنت في عالم ثاني، فاهم؟ بعد انه ما حد علمني موضوع كبير. نفسك. الموضوع كبير انه لو حد علمني حتحصل. بس من بعد التعليم اللي انا تعلمت حسيت اني بانجاز. فاهم اني انا لوحدي دخلت اغنيه مع اغنيه من غير لا اطلب فلان ولا الحق مع فلان ولا يعني، فاهم؟ فتونست. اول بدايه كنت متونس لابعد الحدود. وبديت على هالموال اتعلم شوي شوي لين ما قمت اطلع حفلات وكمل. وبقيت دي جي ثاني. وبقيت دي جي. ليه ما فكرتش يبقى ليك اسم غير دي جي سالم؟ يعني ايه اللي خلاك تخلي الاسم بتاع المهنه هو نفس اسمك؟ حبيت انه يكون اسمي نفس ما انا، عشان لما تناديني باسمي، ما تناديني مثلا باي اسم ثاني غير اسم. حبيت اسمي خلاص مشي على نفس اسمي. سواء يعني الحين مثلا لما اقعد مع اصدقائي اقول له لا تقول لي دي جي سالم، قول لي سالم طبيعي عادي، فاهم؟ شيء خفيف. يعني انا بالاول والاخير دي جي في عالمي، بس في عالم الثاني سالم. ففي نفس العالم ما زدت عليها الا دي جي. فحبيت انه ما تكون موضوع صعب جدا. يعني انت كده بالكلام اللي انت قلته ترد على سؤال عني ان اي حد معاه لابتوب ممكن يبقى دي جي؟ طبعا طبعا وما شاء الله. سهله ولا صعبه؟ شوف نتكلم بامان. سهله جدا. دلوقتي حالي. ولا زمان؟ لا حاليا دلوقتي. انما زمان كانت صعبه. عندك كثير اشياء تطورت عن زمان، كثير اشياء يعني اللي كان صعب بطريقه خياليه قبل الحين اسهل مما يكون. الحين وصلنا للموضوع انه ما شاء الله الشباب قمنا لما ننزل، انا اليوم لما اسوي رمكس واتعب عليه وانزله الاي اي شيل اسم فلان حط اسمك او شيله وكمل حياتك، فاهم؟ بس هو الموضوع مش في السهوله، الموضوع ان انت لما تخطي هالخطوه راح تقدر تكملها. ما هو الاستمراريه. الخطوه سهله. واليوم ما شاء الله عدد الديجيات كثير، بس الخطوه لما تخطيها سهله. راح تسال فلان راح اقول يعني انا اليوم واحد من الناس، انا كنت يوم من الايام فاتح الاستديو مالي، اي حد يحتاج اي شيء كان يجيني الاستديو. يعني حتى في ناس جوني كانوا يحتاجون يتعلمون من الصفر، بس دائما كنت اسالهم السؤال، ما كنت اخذ منهم مقابل، كنت اسالهم السؤال هل الخطوه هذه راح تكملها؟ ليش اتعب معك على الفاضي؟ صح. فاهمني؟ انا اليوم راح اتعب واعطيك من وقتي واعلمك
اخر شيء انت تطلع يا سوري مع احترامي داخل المجال يا تدور لي بنات يا تدور لي اشياء معينه فما حبيت الوضع بصراحه. فحتى سكرت الموضوع، يعني كانوا يجوني الناس فسكرت الموضوع من بعدها. لما كل واحد صارت معاه الحركه سكرت الموضوع. بس الموضوع جدا سهل لانه هو نفس ما قلت، لابتوب واغاني وتعلم. بس بعد التعليم شو راح تنجز؟ هذا السؤال. بعد التعليم شو راح تسوي؟ راح تقعد في البيت تلعب نفسك؟ ما هي دي بقى الفكره. هذا هو اللي انا اجاوب. الاستمراريه. طيب هل لازم الدي جي يكون بيوزع لنفسه ولا مش شرط؟ عن نفسي نعم لازم يكون بيوزع لنفسه. اكيد لازم. شو اللي يميزك عن غيرك؟ انت اليوم شو اللي يميزك عن غيرك؟ انا اللي يميزني اغاني. احنا كنا نلعب نفس الشيء. خلها يعني معلومه لك ولاي حد يشوف، احنا كنا نلعب بنفس الطريقه، اللهم في زيادات اللي هي افكت، دخله معينه، طلعه معينه، اشياء تزيدها، بس كلنا ترى نفس الشيء. كيو بلاي نفس الشيء كلنا. اللي يميزك الاغاني. خليني اكون معك صريح، اغاني حضورك على الستيج، تفاعل الناس معك طبعا. بس اما احنا كلنا نفس الشيء. يعني يمكن في ناس في دي جيات راح يخالفوني بهالموضوع، بس احنا كلنا نفس الشيء. انا عن نفسي اشوف احنا كلنا نفس الشيء. انت اللي تلعبه والطريقه اللي تلعب فيها انا قاعد العب فيها نفس الشيء. انت قاعد توقف، قاعد تضرب كيو، قاعد تضرب بلاي، قاعد تختار اغنيه. ظل الموضوع في الاختيار، في الكاريزما والحضور. صح. في اشياء ترى هي اللي تساعدك. صح. بس احنا كلنا نفس الشيء. عشان اختمها معك، كله نفس الشيء. كلنا نفس الشيء. ايه اللي خلى سالم مشهور؟ اللي خلى سالم مشهور، انا كنت بالبدايه، اول بداياتي كنت العب في ديسكو من الديسكوات في دبي. كنت العب يوم كامل. ولما كان يجي اي دي جي يعني اكبر مني اسما او اقدم مني كنت بلعب له ورم اب للمعلومه. يعني كملت ما يقارب سنه او سنه وشيء، دخلنا في عالم الانستغرام. سوينا اغنيه انا وصديق لي دي جي وجه له تحيه. سوينا الاغنيه انا وهو في فيديو معين. سبحان الله، لمنا قعدنا، الفيديو كان واصل ما يقارب 80 أو 90 ألف. أنت تتكلم في قبل 10 سنوات من الآن، طبعا رقم كبير. يعني كأنك ضارب 3 5 4 مليون. التيك توك الحين ما شاء الله ايزي ملايين، فاهم، بالملايين مشاهدات عادي. بس احنا نتكلم في ايام قبل كان الموضوع اوف. يعني انت تنام وتصحى شايفينك 90 80 ألف، تطلع في الشارع حيقول لك انت اللي في الفيديو. انت فاهم. وهذا اللي حصل فعليا. فهذا الفيديو هو اللي فتح لنا الباب للشهرة. من بعدها بلشنا نزيد فيديوهات وما شاء الله كان في تفاعل مش طبيعي. من هنا بدينا في الشهرة في الإمارات. الشهرة في الإمارات، بدايتنا انشهرنا في الإمارات يعني. وهي أول بلد لعبت فيها بعد الإمارات؟ الله، أول بلد. شوف، كانت تجيني عروض بس كان عندي مشكلة. كنت أنا طالب، طبعا ما حد يمكن يعرفها حتى أنت. أنا كنت طالب في الجامعة الأمريكية. كنت بدرس قانون. أنا عارف إن أنت دارس قانون بس مش عارف كانت جامعة إيه. كانت تجيني عروض فأنا ما كنت أقدر أسافر بسبب الفيزا لأني أنا كنت طالب. فكان صعب الموضوع. سبحان الله، بعد ما خلصت، طبعا ما خلصت القانون، أنا باقي لي كم المادة تقريبا، وقفت. غيرت إقامتي في الإمارات لإقامة ثانية، فقامت الأمور سهلة علي أني أقدر أسافر دول ثانية. الفيزا راح أحصلها في المطار. أول عرض فكرت فيه كان مقدم لي أكثر من مرة، هو البحرين. فرحت البحرين. أول حفلة كانت لي في البحرين. في البحرين كنت أنا متفق، رايح البحرين كنت متفق على 6 أو 8 حفلات بعدد أشهر تقريبا
يعني نقول كل شهر حفله، يعني 8 شهور تقريبا. اول نزله كانت البحرين، والاتفاق نفس ما قلت لك 8 حفلات في 8 شهور. انا ما اتذكر العدد يمكن 86. نزلت الحفله فلقيت حب من الناس، ونفس الشيء من صاحب المكان. تخيل انا عندي 8 حفلات في 8 شهور، خلصنا الحفلات هذه في 3 شهور. 3 شهور يعني طلبت في الشهر اكتر من مره. بعد اول حفله يعني الحمد لله التوفيق من الله، من بعد اول حفله على طول دايركت. اول ما نزلت من ستيج، من اول حفله غيرنا كل المواعيد، صارت انه ممكن اسبوع اسبوع، وكملنا الحفلات في 3 شهور. وامتى اول حفله عملتها في مصر؟ اول حفله كانت في مصر، مشكلة ما اتذكر التاريخ بالضبط، بس من يعني نقول يمكن 3 سنوات. من 3 سنين. وكانت عامله ازاي؟ واو. يعني كانت باللي انت متوقعه ولا كانت اقل او اعلى؟ شوف خلينا نكون صريحين، انا كنت اول ما دخلت مصر انا كنت مشهور في التيك توك. بس كنت مشهور في السعوديه، لان لما كنت افتح الفيديو في التيك توك طلع لي مشاهدات الدول. كنت مشهور في السعوديه ونسبه بسيطه في الكويت. الجمهور اللي في مصر، المكان رحت له كان كويتي، جمهور كويتي، في فئه سعوديه. لما نزلت يعني في ناس ما كانوا يعرفون اسمي، كانوا يعرفوني بالشكل. ايوه. فلما دخلت اول مره الحفله كانوا يقولون انت اللي في التيك توك، انت اللي في التيك توك، فاهم؟ فما كانوا مركزين بالاسم اصلا. ايوه. كانوا بالشكل بس. بس دخلت اول حفله انا انصدمت بجمهور مصر. يعني جتني صدمه. اول حفله انا ما قدرت اروح انام اصلا من الصدمه، لان الجمهور في مصر عالم ثاني، عالم ثاني مستحيل تقدر تقارنه في اي دوله فيها سعر. حاليا انا اتكلم، ويمكن نتكلم عن قبل فيه، بس حاليا مصر انسى تقارن مصر باي دوله بالجمهور، بالتطور اللي فيها، بالاماكن، بالكواليتي، كل شيء. كل شيء لو نتكلم لك من يعني بس ما يقولون كامل والكامل الله. الحمد لله. انا اتكلم في الحفلات، في الاماكن. ايوه. كل شيء متكامل، كل شيء. طيب بعد ما بقينا خلاص دي جي سالم وتعرف عند الناس وكل ده، هل حسيت او شفت ان في حد واخد نفس ستايلك او بيقلدك، سواء في المزيكا، في الشكل، في طريقه شغلك؟ شوف انا نفس ما قلت لك كنت في البدايه مشغول في الامارات. بعدها لما طلعت البحرين جمهوري كان سعودي. لما جيت مصر زدت شهرة أكثر وأكثر. التقليد موجود، سواء بالستايل، ستايل اللبس أتكلم، ستايل حركات. مثلا أنا ما أتصنع الحركات تطلع مني عفويا طبعا في الحفلات، بس في يعني لما تشوف كم من واحد من ديجيات طبعا تفتح أنت الفيديو أنت لوحدك. أنا لما أخلص اليوم المقابلة معاك راح أفتح لك فيديو من فيديوهات الناس اللي يطرشوا لي، فراح أراويك الفيديو، أنت راح تحكم لوحدك. في ناس تقلد، في ناس بس أنا بالعكس. بس هي الناس عارفة إن اللي بيقلد ده عارفة إن هو بيقلد سالم. لأنه يعني أنا يوصلوا لي الفيديوهات، يعني هم يطرشوا لي، أنا عارف الشخص مثلا بس هم يطرشوا لي الفيديوهات بس. شو أقول؟ يعني بالعكس عادي. أنا عن نفسي أشوفها عادي بصراحة، عشان أكون معاك صريح. أنا عن نفسي أشوفها عادي، ما بتضايقكش؟ لا. ندخل على السؤال اللي بعده. تفضل معاك. من رأيك هل أنت شايف إن في دي جي في الوقت اللي إحنا فيه ده اوفر ريتد واخد شهرة مش مستاهلة؟ طبعا في كم من يعني في كم دي جي انشهر من وراء نفس ما تقول لقطة عمله وطلع من وراء. بس في كثير. بس هو انت شايف ان هو ما يستاهلش؟ ما طبعا، لانه هو اصلا مش دي جي من الاساس. يعني انا اليوم لما قلت لك احنا دي جيات كلنا نتشابه، كلنا نلعب نفس اللعب، بس في دي جيات من اللي ماخذين الشهرة الزيادة. لو اقول له تعال دخل لي مثلا اغنية طيران مع اغنية عربية خليجية، ما راح يعرف يدخلها اصلا. هو معتمد على بيت معين، على رتم معين، على سرعة معينة، يلعبها السلام عليكم.
بس ايه في في كتير. كثير. ليش انا اقول لك في؟ لان اليوم احنا الدي جي نفهم اللي قاعد يلعب قدامنا. يعني انا اليوم لو رحت قعدت عند اي دي جي رايح اغير جو اسهر، راح اعرف الميكس ماله لايف ولا هو اصلا عامله مشغله في الحفل. اي فاهم؟ بس شيء كثير. مش طيب، هل عمرها حصلت معاك وكنت في حفله ورحتها وحسيت ان انت مش مقتنع بالحفله دي، او حسيت ان جمهورها ممل؟ شوف، في البدايات كان في حفلات كنت بروحها انا مش سالفه انا يعني بكون مش مقتنع بالكراود تبع الحفله. يعني في حفله من الحفلات هذه ما اقدر انساها في بداياتي، في بدايه شهرتي. رحت حفله لعبتها لعدد 600 بنت. يعني انت بنات بس. فما كنت متخيل اني انا راح ادخل الراجل الوحيد اللي راح يدخل الحفله حوقف على الستيج. انت ما كنتش تعرف اصلا؟ انا بعرف بس ما كنت متخيل الموقف كيف شو راح يصير. وصارت فيها في الحفله هاي صارت مواقف مصايب طبعا. يعني اقسم بالله ما اقول لك. يعني انا داخل مع سكيورتي، اللي صار من البنات انا قاعد يعني بعد الحفله مصدوم. وانا طالع فوق لما طالع بلعب الحفله، احنا على فكره لين اليوم انا اي حفله تطلعها بكراود كبير مثلا رجلك اليمين راح تظل ترجف، احنا نقول من التوتر. هذه الحفله لما طلعتها على الكثر اللي صار معايا بس وانا طالع لين ما اوصل للبوث الدي جي، هذا وترني اكثر من التوتر الحفله. طبعا. يعني فاهم انه شو قاعد يصير، انا وين، شو صاير يا ناس يا عالم. يعني اوكي اطلع اروح ولا، وشفت مواقف يعني غريبه. هاي من الحفلات اللي ما تروح من راسي مستحيل. هل دي من أسوأ حفلاتك ولا لا، في حفلة أسوأ منها؟ شوف، في حفلات أسوأ. في حفلات يعني مش قديمة جدا من السنوات اللي قاعد نسافرها. يعني اليوم أنا قاعد أسافر تقريبا كل الدول العربية لا فيها حفلات. في كم من دولة مثلا تواجهك مواقف تخرب الحفلة، مع أن الحفلة لازم تكون ناجحة. مين كان سبب بقى إن هي باظت؟ الأغلب يكون دي جي اللي يلعب لك ورم اب، والدي جي اللي يلعب لك ورم اب، اللي يسخن الحفلة قبل ما أنت تطلع. هذا أكثر، لأن الحفلة أصلا بتعتمد على الورم اب أكتر. جدا جدا. هذه معلومة لأي واحد يشاهد. ترى الورم اب الدي جي اللي يلعب قبلك هو أساس الحفلة، كان هو اللي يقدر ينجح الحفلة ويقدر. أيوة. شوف اليوم إحنا مثلا الحمد لله يعني من بعد ما قاعد مثلا الدي جي قاعد يخرب الحفلة إحنا قاعد نطلع نصلحها. يعني أنا اليوم مثلا لما أجي في مصر عندي حفلة كسوبر ستار، لما مثلا الدي جي اللي قبله قاعد يخرب الحفلة أنا قاعد أطلع أصلح الموقف اللي هو سواه، بس أحتاج وقت. احتاج اقلم الناس، صح. احتاج اني ارجعهم انه يلا تعالوا اوكي. وبتبقى انت كمان داخل في مود لما بتلاقي الدنيا كده بتغير المود بتاعك. تصير لك مصايب. يعني تكون انت مثلا انا مش من النوع اللي اجهز الحفله نهائيا ولا بحياتي جهزت لاي حفله. يمكن باستثناء حفله الساحل. حفله الساحل انا دي استثناء وظروف خاصه لازم انك تجهز لها، لازم. لان حفله الساحل تعتبر ايفنت مش حفله. بس حفلات الكلابات او في اي دول عربيه انا ما جهز. بس دائما لما اكون رايح وطالع، اول ما اطلع من الباب اريد اوصل على الستيج يكون عندي انا باور مش طبيعي. خلاص طبعا. انا فاهم اريد اطلع افجر الدنيا، عندي اغاني في راسي، خلاص اكون متحمس مليون. بس لما اطلع واشوف الدي جي واللي مسوي الدي جي تعال غير الحماس، ارجع من الزيرو، ابني حبه حبه. على فكره كثير تصير هالامور كثير، بس في مصر تقدر تصلح بسرعه. عندك وقت. في الدول الثانيه لا. يعني عندك مثلا على سبيل المثال تخيل انا في حفله في قطر، في قطر يفتحون الساعه 11 يسكرون الديسكو الساعه 2. حلو. تخيل انا اطلع العب الساعه 12:45 او 12:30، انا قدامي ساعه وربع. مش هتلحق طبعا تجهز الناس. اولا انت تحتاج
ما يقارب 15 او 20 دقيقه طبعا لين ما انت تدخل في الجو. صح. يعني ما هم شوف مفكرين الدي جي اول ما يطلع فوق خلاص هو فاهم. لا دخل. طبعا تحتاج ان انت تتعمق عشان خلاص مخك يشتغل معاك، ان تطلع كل اللي عندك من اغاني، من باور، من حماس، عشان تمسك الحفله. نعم. تحتاج 20 ربع ساعه تقريبا. انت تعرف ان انت اكتر دي جي من وجهة نظر انا بيطلع عليه اشاعات؟ الله، هذا وجهة نظر اكتر كثير. دي جي شفته مثير للجدل على السوشيال ميديا. شو السبب؟ شو الاشاعات؟ يعني في اشاعه بتقول ان انت مرتبط. جميل. هل بقى الكلام ده فعلا صح ولا ده شغل بيخلي الناس تفتكر ان انت ده شغل. بس انا ارتباطات لا، جدا بعيد عن الموضوع. حاجه كده على حاجه كده. لا بصراحه بامانه انا احب اركز في شغلي تماما. يعني انت لو تخلي بالك، انت عارفني، انا نكون صريحين، انت عارفني لما انا اجي حفله، مثلا عندي حفله في مصر خميس الجمعه، حتشوفني قاعد في الفندق طالع جاي فيولا مثلا على سبيل المثال، اكل وارجع الفندق. احب اركز في شغلي جدا وقت الحفله. بعد الحفله اطلع اتونس. في وقت الحفله حتى اصدقائي عارفين. يعني لو اجوا معي اصدقائي اقول لهم عندي الحفله مثلا الخميس، لا حد يصحيني الا بعد 8 ساعات. طبعا 8 ساعات بعدين صحيني. بس اما لو مخلص شغلي عادي 5 ساعات واقوم وعادي واطلع مع الشباب الدنيا. بمناسبه بعد الحفله بقى، بعد الحفله اكيد في بنات بيحاولوا يقربوا منك. تتصرف معاهم ازاي؟ معجبات، بكون معك صريح، معجبات. اتعامل معهم طبيعي، يجون اللي تصور، اللي مثلا تقول لي صور لفلانه هي مش حاضره، اصور. يعني الطلبات العاديه اللي طلبات معجب من الاخر، فقط لا غير. نكمل في الاشاعات. كمل انا معاك. بص، هي مش اشاعه على سالم شخصيا، بس في ناس كتير بتقول ان الدي جيز عامه بيبالغوا في اسعارهم. ما في مبالغه بالاسعار. يعني انت شايف ان انت تستاهل كل جنيه بتاخده؟ عن نفسي انا شايف ان اي فلوس انا اخذها من مقابل حفله انا استاهلها. على نفسي، ركز على نفسي. بس في ناس بتاخذ فلوس هي ما تستاهل. بس في نفس ما يقولون اشياء ورا هالاشياء اللي تغطى قصه طويله. نفس الناس الاوفر ريتد اللي هم واخدين شهره وما يستاهلوهاش. بالضبط. بس انا عن نفسي استاهلها، وفي اكثر من دي جي يستاهلها. ليش؟ لان اليوم الاماكن والسوشيال ميديا والدنيا كلها تغيرت. فالاعتماد صار على الدي جي انه يجذب الناس ويجيب القسط. فاليوم انا لما اجيب مثلا عمرو، هو دي جي مشهور، لما اجيب الناس راح تجي على اسمه. انا بعمل اضافه للمكان، والمكان يعمل لي اضافه اذا كان مكان محترم لاسمه، صح، تبادل من الطرفين من الاخر. صح. بس انا عن نفسي اشوف نفسي نعم وبقوه، لاني انا من الاساس ما اوفر بسعري بصراحه. يعني انا احسبها في مخيلتي دائما ان هالمكان راح يطلع في حفلتي هذا المبلغ، فانا اخذ منه هالمبلغ. فاهم؟ يعني هو لو ما كان معه مثلا سالم راح يطلع مبلغ معين. سالم اعطيك امثله. مثلا انت صاحب مكان، انت من غير سالم راح تطلع 1000 جنيه. اتكلم معك بالمصري، 1000 جنيه. مع سالم طلعت 1700. ايش المشكله لو سالم خذ ال 500؟ صح. هو ضاف لك 2000. صح. ضاف لك 200 عفوا فوق المبلغ. صح. فما فيها يعني مشكله اصلا من الاساس، يستاهلها. بس الشهره غيرتك؟ الحمد لله، دائما احمد الله اني ابدا ما غيرتني الشهره. يعني ودائما ادعي اني اظل على ما انا عليه. يعني سالم اللي كان في الرياضه هو اللي كان في هندسه الصوت هو اللي دلوقتي. شوف، في الرياضه انا ما كنت مشهور. لا انا مش بتكلم على الشهره، في هندسه بتكلم كشخصيه سالم. ما تغيرتش مع الشهره؟ مع الشهره لا. بس انت اليوم كل ما تكبر يوم كل ما راح تغير عقلك وتفكيرك. طبيعي. انا بتكلم في غرور. لا الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. دائما احمد الله على هالموضوع.
ودائما اطلب من الله سبحانه وتعالى انه ما يخلي فيني هذه المشكله، شوف ان اتغير او اتكبر. أيوة. مهما حصل مهما حصل، لو شنو ما وصلت اليوم في عالم الميوزك، اتمنى ان اثبت على ما انا عليه، نفس ما انا كنت سالم، نفس ما انا صرت دي جي سالم المشوي، اضل على ما نفس ايام ما كنت سالم بالضبط. طيب هو انا عندي ليك مفاجاه. حلو. ودي يمكن انا أموت على اول المفاجأة. مره اعملها في حلقه، بس هي فكره كده جت وقلت يا رب اجربها مع سالم. تتخوف البال تتخوف. في سؤال تمام محدش يعرفه غيري، محدش بص في الدنيا دي كلها يعرفه غيري. والسؤال ده انا ما كنتش عايز انا ما أديهولك اطلع بالطريقة دي. اسمع انا ما اطلع مقابلات، وفي اكثر من مقابله طلبت اقسم بالله اني ما اطلع، لاني اولا انحرج قدام الكاميرا. انا في الديسكو او في الحفلات اكون على طبيعتي، بس كاميرا وتصوير واسئله وتعال جاوب وفكر في السؤال ولا تجيب العيد صعب بالنسبه لي. السؤال ده في ظرف، انت هتفتح الظرف بايدك قدام الكاميرا وهتشوف السؤال والجو والظرف اهو. انا نشف انت لسه ما شفتش السؤال. نشف فيه انت لسه ما شفتش السؤال. افتح انت الظرف بنفسك. بسم الله. هذا فلوس. اخذ شيك عمرو. افتح السؤال واقراه وشوف بقى. الكاميرا مو جايبته من ورا؟ لا مش جايب. لا جايبته، ما حدش يعرف يقراه. لا صعبة. ليه صعبة ليه؟ لا والله صعبة. انت اصلا كيف جاب بالك السؤال؟ لا صعبة. لازم. انا حتى السؤال ما راح اعطيك اياه. قلت لك لازم، ما انا عارفه كده كده اللي كاتبه. لا صعبة والله صعبة. راح تزعل ناس وراح مشكلة. طب احنا نعرف الناس السؤال. لا ما انت نعرفه لهم بس خلاص ما تجاوبوش، بس انا اعرفهم السؤال. انت قول لهم السؤال مش انا اللي اقول. والله صعب. شوفوا بامانه انا عارف ان في بس انا عارف ان في بس أيوة. بصراحه ما اعرفش مين، بس عارف ان في. لا تعرف. لا ممكن اعرف منهم واحد او اثنين بس ممكن ما واحد كلهم. قول لي 3 اسماء دي جي عمرك ما تشتغل معاهم حتى لو بمبلغ كبير قوي. فصعب، صعبه جدا، ولو مش مبلغ كبير لو ابو المبلغ. يعني انا اللي اشتغلت معاهم يعرفون اني انا دائما اخر شيء افكر فيه الماده. ايه سبب اصلا ان انت ترفض تشتغل معاهم؟ لان شوف انا في سكه ثانيه. انا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، اليوم انا ما عندي مشاكل مع دي جي، ما عندي مشاكل مع ناس، ما عندي عداوات. فانا في سكه ثانيه. ففي ناس عندهم مشاكل، عندهم يا اخي انت خلاص انت ايش تريد؟ خلاص لا خلاص والله لا والله صعب. انت شوف انا اليوم اقول لك اللهم لك الحمد ما عندي مشاكل، انت راح تدخلني في مشاكل. في انا هدخلك في المشاكل اللي انا مالي. خلي الاشياء انا هذه. بسالك سؤال. لا ما انت شوف انت قاعد تستدرجني بس بالحال. لا خالص والله. طب ما انت ممكن خلي بالك، يعني ممكن انا ما شوف لو انا شرحت انا هقول اليوم الجمهور مش سوري غبي، فانا لو شرحت ما تشرحش. لا بص عشان افهمك الحاجه، ما ممكن عمرو يبقى دي جي وسالم دي جي والاثنين مفيش مشاكل ما بينهم، بس الاثنين ما ينفعوش في حفله واحده. ده ليه ستايل وجمهور وده ليه ستايل وجمهور. ما شوف ده لو ده ليه ستايل والجمهور ده ليه ستايل والجمهور الحفله حتنجح. ليش؟ لان هذا راح يجيب ناسه وهذا راح يجيب ناسه وحيصير تاقلم بين الاثنين. الدي جي في هاللحظه الدي جي الناجح يثبت وجوده انه ياخذ الجمهورين. يعرف يلعب له الجمهور، يعرف يلعب له الجمهور.
يعني اللي يخليك ترفض تلعب معاهم مشاكل شخصيه لا مش مجال. لا، مش مشاكل شخصيه. امال ايه اللي يخليك ترفض تلعب معاهم؟ يا اخي انا قاعد ما هو اقول ولا لك، أنت شغل قاعد ولا تستدرجني. مشاكل شخصيه. لا مش مشاكل شخصيه، بس هم في سكه مش حابب الستايل بتاعه. غير عن سكتي. مش حتى موضوع الستايل. شوف انا اليوم اللهم لك الحمد، لو اطلع مع اي دي جي اذا كان عنده قسط معين هو بالذات راح اقدر اماشي مع القسط ماله، لاني راح اقدر العب القسط ماله اللي هو محتاجه، ايوه. الاغاني اللي يريد يسمعها. مم. بس هي المشكله مش في المجال ولا شخصيه ولا، بس هو في سكه وانا في. يا اخي قاعد اقول لك لو انا تكلمت زياده طب يا اخي افهمني الله يخليك. خلاص انا غير. ايوه، لان لو تكلمت زياده الجمهور اليوم سوري انا قلت لك مش غبي، الجمهور راح يفهم. خلاص انا غير. نشف حتى ما قمت اعرف لا احكي بالعراقي ولا بالاماراتي ولا بالمصري، اقسم. دخل الثلاث لهجات في بعض. دخلتهم كلهم في بعض. لا يعني ما يصير عمر الله يخليك. خلاص هنغير السؤال، هنغير السؤال، والله ما يصير. هنخش على سؤال تاني. شوف انا قلت لك انا اول مره اطلع في برنامج، فانا اليوم الحمد لله ما عندي مشاكل، فلا لا تجيب لي مشاكل. لا لا ان شاء الله. يعني لا تخلي ربنا ما واحد، يجيبش مشاكل. يعني لا تخلي مثلا واحد من الدي جيز يشوف الحلقه بس مثلاً، سامي حد. بس ما اريد مثلا واحد منهم يشوف الحلقه يقول انا فاهم، او نفس اللي نقول على راسه بطح يحسسها. لا بس ديك انت قلت على راسه بطحه. طبعا لا لا حتى هذا اسمعني، حتى اللي على راسه بطح يريد يحسسها ما اريد يحسسها. طب ليه؟ ما احب المشاكل. ماشي خلاص والله. هنبعد عن المشاكل. يلا انا معاك، بس انا انسان ما احب المشاكل. قول لي طيب، معاك. لو جه وقت وقررت تبطل فيه المزيكا هتشتغل ايه؟ من بعد المجال اللي سويته، من بعد يعني من بعد دخولي مجال الدي جي، لو قررت ابطل دي جي شو ممكن اسوي؟ اصلا كتفكيرين وكقدام وكوقت، وراح يعدي وراح نخلص الحفلات وراح نخلص الامور، موزع موسيقي. تبقى موزع موسيقي بس؟ عندي استوديو، انا من النوع اللي احب. انا اليوم يمكن غيرت ديكور الاستوديو مالي يمكن 4-5 مرات. لا والاستوديو مالي مش استوديو تقول بسيطه وهذا، لا انا استوديو كان من النوع اللي احب كل شيء يصير بروفيشنال. اجهزتي الحمد لله، لما بتحب تعمل حاجه تعملها صح. بالضبط. فاليوم انا حتى اجهزتي اصرف عليها لان هي اللي قاعده تطلع لي الكواليتي الاغاني. فمستقبلا موزع موسيقي. طيب 100% بحت. عايز الصراحه معك في سؤال ممكن يجيب العيد، ينفع؟ ما انت جبت العيد قبل شوي. انت متخيل ان خليتني اضيع لا عراقي لا اماراتي لا مصري؟ والله العظيم ما قمت اعرف شو احكي. خلي بالك والله انا مخفف اسئله عشان انت قلت لي مش عايز مشاكل. الله يخليك رجاء. سؤال يعني حاول تجاوبه بطريقه، شوف انت طريقتك، بس عايزين نجاوب يا رب. هو سؤال متكون من جزئين. اول جزء، مين الشخص او اخر شخص انت زعلته في المجال؟ الحمد لله ما زعلت حد. يمكن في ناس يزعلون مني باشياء بدون قصد، سوء تفاهم بدون قصد، بس انا بعيد اصلا تماما عنهم. يعني في مثلا حد يسمع واحد يقول له سالم قال عنك 1 2 3، انا مش من النوع اللي يتكلم، فهو يزعل مع نفسه، فاهم؟ يعني اول ما يسحب زاويه انا اسحب زاويه. ليش؟ لان اليوم انا اذا كنت غلطان راح اجيك واقول لك ترى يا فلان انا غلطت بحقك 1 2 3 سامحني. بس اذا ما كنت غلطان وانت تسحب زاويه لوحدك وحد وصل لك كلمتين، لا سوري، حل الزاويه مع نفسك. طب ما تيجي نعكس السؤال. نعكس. مين اخر شخص زعل سالم في المجال؟ مين اخر شخص زعل سالم في المجال؟ شوف انا اليوم علاقتي مع اغلب الدي جيز علاقه، في منهم علاقه سطحيه وفي منهم شخصيه، بس الحمد لله. يعني ابسطها لك عشان ما تجيبش العيد. بسط. وظيفته ايه؟ دي جي من المجال ولا من اداره المكان ولا صديق شخصي؟ اديني بسطتها لك اهو. لا انت شكلك بسطتها لك. اعمل ايه اكتر من كده؟ طيب بس انا فاهمك والله العظيم. والله اختار حاجه من الثلاثه. والله العظيم قاعد تحطني في الزاويه ومش حدخل الزاويه. ما انا بقول والله ما هقول. انا وصلتني اول ما قلت
والله ما هقول لك قول لي ليش؟ ليه. لان اكيد واصل لك شيء، اقسم والله ابدا، والله العظيم قاعد تحلف. والله ابدا. انت قول الوظيفه وهغير السؤال بعدها على طول. مش هقول لك حتى اسمه ايه، ولا حتى هقول لك ما هو اي حاجه ليها علاقه بيه. شوف خليني افهمك شيء. اليوم ايش الطريقة؟ اليوم لما انت قاعد نقول ما نقول اسامي، خلي بالك حتى لو ما نقول اسامي اقسم بالله اي حد راح يشوفنا هو معانا في المجموعه او في اي مكان احنا فيه او قريب من عندنا راح يعرف. طب ما انا عايز اسالك سؤال. ما هو انت مثلا قلت لي مثلا، الله اعلم يعني، مثلا قلت لي حد من المجال دي جي مزعلني. ايه المشكله لو الدي جي ده كمان عرف حتى انت من غير ما تقول اسمه وجي صالحك؟ ما يبقى دي حاجه حلوه. انا قلت لك بصراحه ما عندي يعني ما عندي دي جي مع مشاكل. يبقى كده لغينا موضوع الدي جي. نخش على خلي بالك انت انسان مبدع. نخش على اداره الاعمال. مبدع لان انا قلت لك قاعد تحاول تحطني في زاويه. حلو الموضوع انك تحطني في زاويه، بس انا فاهمك فما راح خلاص احنا كده، ما احنا كده خلاص طيرنا اختيار من الثلاثه. طيرنا الدي جي. اداره الاماكن واصدقاء شخصيين، في حد فيهم مزعلك؟ مش هقول لك اسمي، مش هقول لك تقول اسم. او لا اداره الاماكن. حد من اداره الاماكن مزعلك حتى الان ولا الموضوع خلص؟ لا حتى الان. حتى الان. حتى الان. ولسه شغال في المكان ده؟ عمر حبيبي شو تريد؟ شوف راح اجيك بالعراقي. حتى المصري حتى المصري راح يسكت وياي. شو تريد؟ فهمني وين تريد توصل. ولا لا خلاص؟ قايل لك من البدايه ما ردنا مشاكل. ولا لا ولا خالص؟ لسه شغال في المكان ولا لا؟ شوف خلاص نغير. اخر سؤال معانا في الحلقه. اقسم بالله انك داعي. خلاص اخر سؤال معانا. قول. معك. بس هتجاوب وما تقوليش بقى عيد ومش عيد. قول معك بعد الاعياد هذه. قول. اسال. صعب شويه. اسال اللي جاي بالصعوبات كلها، خليت على الصعب بعد. اسال. سر لو الناس عرفته عنك هتغير نظرتها ليك. سر. شوف احنا اليوم ما في حد ما عنده سر، وكلنا عندنا اسرار، بس دام انه هو سر اصلا من الاساس ليش اخلي الناس تعرفه او تاخذ نظره سلبيه عليه؟ فكلنا غلاطين، ما في حد ما يغلط، فدام اني غلط فخلي السر بيني وبين نفسي. هذا السلبي. اما الايجابي فهو سر نفس الوقت، وخلي بيني وبين ربي نفس ما يقولون. بس اختم الموضوع. بس هذا اجابه مبسطه. لفتني انت برضو وما قلتش السر. لان لا ثانيه انا جاي لك في حته ثانيه. يلا هسكت. حتى العراقي خليته يطلع. انا هسكت. قول. قول لي موقف حصل معاك في حفله وانت واقف شغال قلت انا مش هكمل شغل وهنزل. قريب او بعيد الموقف؟ لان شوف احنا اليوم في عالم الحفلات، في كل حفله لازم يكون في موقف، في كل حفله. بس اكيد في موقف معلق معاك قلت انا خلاص مش هكمل شغل ونزلت. في موقف غريب من فتره بسيطه. كان في سوء فهم بين الاداره وبين شركه السكيورتي. الاداره كانت طالبه من السكيورتي اللي واقف قدامي انه على طلب من سالم. كان في سوء فهم من ناحيتنا كلنا، فاهم؟ الاداره كانت فهمتني غلط، الاداره فهمت الغلط للسكيورتي وصلته غلط للسكيورتي، فصارت مشكله. اللي هي السكيورتي كان واقف قدامي. انا من النوع اللي حتى وانا العب ما احب حد جايني مد لي ايده اعطاني تلفون اني اصور بيه، مستحيل ارده. حتى لو اقول له ثانيه او اسحب التلفون احطه قدامي لين ما اغير مثلا من اغنيه لاغنيه. في ناس قامت تفهم على فكره لما اقول له ثانيه يعرف اني قاعد اغير من اغنيه لاغنيه. في هذا اليوم اول ما طلعت اوريدي كان عندنا الضغط، وكانت الحفله سولد اوت من يومين، وضغط عالم مش طبيعي، وكان عندنا شويه كم من مشكله صايره في الصوت وحرتبنا يعني كنا مضغوطين من الاخر. انا مضغوط والاداره مضغوطه، لاني انا لو انضغطت حضغط الاداره طبعا. فاهم؟ هي دويره. المهم السكيورتي كل ما يجي احد يعطيني تلفونه يمنع.
فاستغربت. وفي اول ما طلعت انا اول 10 دقائق تقريبا فيمنع، ففي واحد منعه فدزه شوي فتنرفز، فاهم إن هذا اللي دزه ما هو جاي يحضرني، فاهم؟ فالموضوع كله راح يرجع علي. صح. فحتى لما يطلع من الحفله راح يقول انا حضرت حفله دي جي سالم فالسكيورتي دزني. هو ما راح يقول مثلا الاداره او المكان، أو يقول اول ما ينطري يقول انا حضرت حفله دي جي سالم، فتيجي على سؤال فراح تيجي عليه من الاخر. طلبت من السكيورتي في المايك قلت له خلي الناس يعني، وانا مشغل الاغاني، فاهم؟ انا من النوع اللي ممكن اوطي شوي واتكلم بسرعه والدنيا حلوه نفس ما هي. فبطلب منه مره ما في، بطلب منه مره ثانيه ما في، والناس اللي واقفين عنده يقولوا له قاعد يكلمك. فانا قاعد اقول له لو سمحت خلي الناس تعطيني تليفونها عادي. فقاعد يقول لي ممنوع. فوقفت الصوت، سكرت الاغاني. هذا الموقف طبعا ما انساه لانه قريب. سكرت الاغاني، فقاعد قلت يلا احنا واقفين ولا بنشغل ولا اغنيه، راح نصور بعض كلنا. وقمت اخذ تليفون واصور ومسكر الاغاني. ارتحت، هديت، قلت له ارتحت انت؟ شالوا السكيورتي من قدامي طبعا. كنت متنرفز لان قاعد اطلب منه ما قاعد يخليني، فاهم؟ اطلب منه انه خلي الناس. فانا قاعد اطلب منك يعني انت ما يحتاج ان ترجع للاداره، ترى الاداره انا اللي طالب منك. صح. ما خلاني، فتنرفز، سكرت الصوت، قعدت اصور مع الناس استونست. اعتبرته انا بالنسبه لي كنت اعتبره انه موقف سلبي اني انا سكرت الصوت، وفي ناس جايه دافعه فلوس عشان تستانس، ما لها ذنب. بس نفس الوقت بصراحه صار لي ايجابي ان الناس فهمتني اني انا مو راضي على ازعلهم. ايوه. فرجعت نفس الوقت شغلت، صورت مع الناس ورجعت شغلت وما قدرت اكمل الحفله، نزلت. فعلى طول جمعوا عندي الاداره وما طولنا. ونفس الوقت واحد من الاداره الله يحفظه قال لي كلمه، فانا دائما امشي عليها. قال لي الناس ما لها ذنب، جايه دافعه فلوس تحضر لك وانت تنرفزت ونزلت. فعلى طول الموقف ما مر ب5 دقائق تقريبا، اغنيه اغنيتين انا واقف تحت الوسط، اغنيه اغنيتين يكلموني الشباب، قلت لهم انا اوكي. طلعت وانا مبتسم، فاهم انه خلاص راح الموقف من راسي، وكملنا الحفله وكانت الحفله روعه. ونفس الوقت طلعنا برا يعني صارت ضجه في نفس اليوم، يعني الناس طلعت قامت تصور معاي وتشكرني. موقف مستحيل انساه يعني، لحقوني للسياره. يعني الموقف بدأ سلبي بس اتقفل ايجابي جدا. انا انصدمت من القفله الايجابيه. انا لما نزلت ولما قررت اني ما راح اكمل وطلعت وقررت اني اكمل بعد في راسي موقف ايجابي. انا كيف سويت؟ ترى خلي بالك مرات في وقت العصبيه وفي وقت الضغط تاخذ قرار تندم عليه. فانا اخذت القرار وسكرت الصوت وصورت مع الناس، وانا ندمان نفس الوقت انه كان ممكن اني انتظر ثواني معدوده، انادي حد من الاداره اقول له شيل السكيورتي ونحل الموقف. صح. بس انا الموقف اللي ما خلاني اتحمل واصبر انه سكيورتي دز الولد، فاهم؟ اللي جاي يعني ماد لي ايده دزه، فاهم؟ قهرت يعني، فاهم انه حرام. ما هو بالاول والاخير متعني وجاي يدافع فلوس وقاعد ينتظرني من ساعتين. صح. فاهم؟ واخر شيء اطلع انا ويندز وينهان مثلا، لا مشكله. سلام، انا كنت مبسوط جدا معاك النهارده في الحلقه، ويا رب تكون حلقه كانت خفيفه. الحمد لله. الله ان شاء الله باذن الله تبقى معنا في حلقه تانية حبيبي. ان شاء الله. اتشرف. وانا قلت لك من البدايه موفق، ربنا يخليك. وانا من اول داعمي لك لاني والله العظيم متفائل ببرنامجك الجميل، متفائل فيك انت شخصيا لان تحب تحط في الزاويه. فدائما اللي يحط في الزاويه ينجح. بس ما حطيتكش في الزاويه يعني. لا حطيتني، بس انا قدرت مركز معك، فاهم؟ بس لا انا سبتك عشان انا عارف. شوف انا حطيت بكم زاويه، بس يعني الحمد لله انك انت قدرت تمشي معي انه وما ترصني اكثر بالزاويه. لا ما تقلقش. يعطيك العافيه. ما قصرت. الحاج موصيني. ده الاب الروحي طبعا. والله العظيم. الله يحفظه ويطول بعمره ان شاء الله. يعطيك الف عافيه وما قصرت. ان شاء الله اكون ضيف خفيف عليكم. بس عايزينك قبل ما تقفل الحلقه تقول كلمه لجمهورك. احبكم. اي كاميرا هاي لو هاي. لا احبكم. لحظه المايك. احبكم، اموت عليكم. ان شاء الله دائما اشوفكم في حفلاتي وتحضرون
ونتونس كنا مع بعض. وشكرا لكم على كل اللي تسوونه معي من دعم في السوشيال ميديا، من دعم في الحفلات. ولا كلمة أقدر أوفي بحقهم، بس دائما أقول الله لا يحرمني من حضرت. امين. شكرا. ربنا يحببك فيك خلو، اللهم آمين أجمعين. وتفضل كده دايما ناجح، ومن نجاح لنجاح أجمعين. ومكسر الدنيا. شكرا يا عمري، أنت حبيبي يا شيخ. بعد راسي. I love you. شكرا.